عمرك سمعت عن حاجه اسمها البمبوزه؟ البمبوزه اجدد اختراعات بلبن. بلبن كل شويه فاجئنا ويعمل لنا اختراعات اساميها غريبه بجد. يعني عملت كشر الحلو قبل كده وعديناه، وعملت الامباليه برضه وعديناه، تقوموا تعملوا اختراع جديد كده غريب اسمه البمبوزه. فتعالوا نشوف بقى ايه هو ايه ده الاسامي بتاعتهم دي يا عم؟ اسمه البمبوزه. يلا بينا. فانا رحت اكبر فرع في مصر، فرع الشيخ زايد في وصل الدهشور، واول ما دخلت الفرع كده حسيت ان انا في سوق فاكهه بيبيع فواكه، وكل الماشين اللي قدامكم دي بتحط فيها كريم شانتيه، وهقول لكم ليه دلوقتي. الفواكه اللي انتوا شفتوها بتتقطع وبتنزل في الصحن العملاق ده، وبعد كده بيقطع التفاح الاخضر والتفاح الاحمر وبينزل بيه في الصحن كمان، وبينزل بقى بحبيبه الملايين المانجا العويس الفاخر. ومش بس كده، ده بينزل ببحر عصير مانجا اسماعيلاوي. وتحيه كبيره لكل اهلنا في اسماعيليه، لو انت من اسماعيليه اكتب انت منين فيها في الكومنتات. وبعد كده بالمغرفتين بيقلبوا الكلام ده كله مع بعض، ويبدا يعبي العلبه العملاقه اللي وزنها تقريبا كيلو. تعال اقول لكم بقى هو كان بيعمل الكريمه ليه. بعد ما بيعبي العلبه ويترسها كده، بيقوم حاطط كبشتين كريمه شانتيه من فوق كده زي ما انتوا شايفين دلوقتي. انتوا فاكرين كده خلاص صح؟ لا طبعا، بيحط بولة ايس كريم فوق الحاجات دي كلها. هم 5 فليفرز. اول حاجه حط التوبنج اللي هو اللوتس من فوق الايس كريم كده بيحط بولة ايس كريم بس فستق، وبيحط عليها بقى من فوق كده بيستاشيو، بيغرقها بيستاشيو حرفيا. وفي كمان فليفر بس بالمكسرات. واخر حاجه كان في فليفر نوتيلا، بس انا ما حبيتش اجربه وحبيت اجرب المانجا. وبعد كده بيحط بولة الايس كريم من فوق المانجا كده. انا حبيت اجرب ال5 انواع دول، فيلا بينا نجربهم ونقول راينا بكل صراحه. اول حاجه بدات بيها البمبوزه فليفر البيستاشيو. مبدئيا انا باكل البيستاشيو عند بلبن، عمره ما خذلني في مره. خدت شويه فواكه من اللي تحت كده مع شويه كريم شانتيه مع الايس كريم، ودوني في حته تانية بجد. بعد كده جربت بقى البمبوزه اللي هي بالمكسرات، كان طعمها مجرم بجد. يعني انا شايف ان ميكس الكريم شانتيه مع الايس كريم مع الفواكه مع الحاجات دي كلها ميكس خطير بجد. جربت بعد كده البمبوزه اللي هو باللوتس، بس بصراحه ما جاش معايا سكه خالص وما فضلتش طعمه نهائي. اخر حاجه بقى جربتها كانت البمبوزه المانجا. الميكسات اللي انا جربتها حاجات منعشه كده تنعنشك وانت في الصيف والحر اللي احنا فيه ده. وبس كده، انا ابو حميد، ما تنساش تعمل لايك وكومنت واكسبلور، ويلا سلام عليكم.